عملنا مع بعض البانيه الكداب وكان جميل جدا من غير ولا نقطة بانيه. وعملنا مع بعض صينية البطاطس الرهيبة بالبانيه، حاجة كده كانت عظمة وكانت الطريقة حصري. وعملنا كمان البانيه المشوي للدايت، حاجة كده بجد بجد كانت تحفة مع الرز المبهر، حاجة كده ولا المطاعم. وعملنا كمان الاستريبس الجميل الخطير، وقريب ان شاء الله هنزل لكم طريقة تفريزه زي المصانع بالظبط. النهارده بقى هنعمل طريقه حلوه قوي قوي للبانيه، حتى لو عندك ربع كيلو من البانيه وبضايه واحده تعالي اعمل لك احلى بانيه، اقسم بالله ما هتاكلي زيه ابدا، قرمشه وطعم وكل حاجه. والله العظيم ولادك اللي هيخلوكي تعمليه كل يوم. اول حاجه ومن اسرار نجاح البانيه معاكي لازم تجيبيه تدقيه زي ما انا بدقه كده، هيتهري مني يا ام هايه، عمره ما هيتهري منك، لان انا وانا بدقه زي ما انتم شايفين كده البانيه معايا متقطع رقيق جدا جدا، ومع ذلك انا بدقه بالراحه جدا، يعني ايدي ما بتبقاش تقيله عليه، بحيث ان انا افتح المسام بتاعته وتخش فيه احلى تتبيله في الدنيا. التتبيله تتبيله البانيه سواء هتعمليها مشوي او مقلي لازم تقعد او مش اقل من 4 ساعات في التتبيله بتاعتها. وايه اللي بيفشل البانيه معاكي؟ كل الكلام ده هقولهولك، بس ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب وكومنتي من كومنتاتكم الجميله اللي بتسعدني. ويلا بينا بقى كده نبدا الوصفه مع بعض. بعد ما هنخلص دق البانيه هقول لكم بس من فشل البانيه اللي ممكن يفشل معاكي. اول حاجه لو ما فتحتيش المسام زي كده البانيه هيفشل معاكي. تاني حاجه لو انت ما تبلتهوش وقعد في التتبيله كويس، يا ريت يا ريت تتبليه قبلها بيوم، وده كان هيبقى حلو جدا جدا. اكتر من كده مش هيبقى حلو. هنجيب كده بقى ايه 3 بصلات كده حلوين. لو انت بتتبلي البانيه وبتحط عليه البصل اكبر غلط طبعا، لان قشره البصل دي بتعمل عازل ما بين الطبقه بتاعه البصله وما بين الغلاف اللي احنا بنعمله، فبيفك منك في الزيت. طيب تعالوا بس نشوف التوابل اللي حطيناها مع بعض ايه. بصل، ملح، فلفل، بابريكا، رشة بابريكا كده، وشوية سكر ومعلقة خل وليمون ونص معلقة من الثوم. اعملي التتبيلة دي اقسم بالله العظيم لا هتعملي احلى بانيه سوى مشوي. لو انت بتعملي دايت فاعمليه مشوي، ولا هيكش معاكي ولا هينشف ولا اي حاجة، لان احنا حاطين عليه الخل والسكر هيخليه معاكي زبدة. عملنا التتبيله وبرده رحنا رشينا عليه شويه فلفل اسمر وشويه بابريكا، وظبطنا الملح بتاعتنا، وغسلنا البانيه كويس جدا جدا بالليمون وبالجنزبيل، هيديكي ريحه رهيبه مهما كان البانيه معاكي زفر. وبنصفيه خالص من ميته كده. بقى خلصت خلاص، هقعده حوالي ساعتين 3، لان انا طبعا تبلته في نفس اليوم. هجيب حوالي كده 3 كوبايات من السكر من ال 3 كوبايات من السكر، 3 كوبايات من البقسماط الناعم، وعليهم 3 معالق من النشا. واعملي التتبيله دي. اوعي تحطي على التتبيله دي، اوعي تحطي الدقيق، ما ينفعش تحطي دقيق نهائي. الدقيق يا جماعه بيخلي الكفر يفك منك. بضايه واحده، هي بضايه واحده. صفينا التتبيله خلاص، احنا كده هنتبل، فاحنا خلاص صفينا التتبيله وحطينا البيضايه معاها شويه ملح وفلفل علشان الزفاره، وهنقلب كله. بضايه واحده يا ام هايه، ايوه بضايه واحده، وجربيه بالطريقه دي وشوفي هيبقى عامل ازاي. تمام يا ست الكل. طيب الخطوه الثانيه ايه بقى؟ الخطوه الثانيه ان انا بجيب قطعه البانيه وبكف ايدي كده زي ما انا وريتك، لازم تضغطي عليها، لازم تضغطي عليها. ولو لقيت القطعه معاكي كبيره قوي علشان الطاسه اللي انت هتعملي فيها اقسميها قطعتين. انا كنت عامله حوالي نص كيلو من البانيه، انت لو عندك ربع كيلو صدقيني والله هيكفي معاكي وهيفيد كمان. ليه بقى؟ لان البانيه بالطريقه دي بيربح كميه كبيره. ولو عايزه تفرزيه
اقولك دلوقتي تفرزيه ازاي. يعني هتطلعيه وتقليه على طول، يعني لو انت في مشوار او بتشتغلي او مش فاضيه. عايزه اقولك ان اكتر حاجه منقذه معاكي ان انت تتبليه وتحطيه في الفريزر، والله تطلعيه يعني في 10 دقايق تروحي قليه جنب شويه بطاطس بقى، قليه جنب مكرونه. ممكن تجيبي كده العيش الكايزر للولاد مع الكابوتشا مع المايونيز ومع المستردة، والله لا هتعملي احلى سندوتش لولادك ولا هيقولوا لك مطاعم خالص بجد. والله انا نفسي تجربي طعم البانيه ده بالطريقه دي، مش هتعملي غيره، مش هتعملي غير التتبيله دي. بصوا بقى لو احنا عايزين نفرزه هنعمل ايه، انا بوريلكم اهو. هنجيب كيس التلاجة نفتحه ونحط عليه قطع، يعني قطع البانيه على قد ما هتاخد، هي فرشه واحده، وابعد كل واحده عن التانيه، واروح حاطه واحده كمان من الكيس، واحط وافضل اعمل في طبقات كده زي البفتيك بالظبط، واروح شايلاه في الفريزر. وطلعي بقى واقلي ومتعي عيالك، والله العظيم هيبقى جميل جدا جدا. وانتظروا مني فعلا بقى احلى ستريبس وتفريز ستريبس. انا كان فايض مني في الفيديو اللي فات شويه رز، تخديعة رز محشي، رحت مطلعه كده طبق كرنب من اللي احنا مفرزينه مع بعض. اللي متابعني من زمان عارف ان انا كنت مفرزه كرنب، وعملت لهم احلى حله محشي بالكرنب خطيره. طيب تعالي بقى اقول لك على نصيحه حلوه قوي يا ست الكل. انا اديت بس وش بطاطس كده، انا عامله محشي وكل حاجه، بس لما باجي اقلي زي بانيه زي كفته اعملي ادي وش بطاطس. ليه ادي وش بطاطس؟ علشان اول ما تنزلي باي حاجه لحوم او دواجن ما تتحرقش منك، تاخد الطبقه الاولانيه دي فتقولي لا دي اول طبقه دي بتطلع وحشه. فانا عشان ما اخسرش القصه دي فبروح واخده لو بطاطسايه واحده بعملها وباخد وش الزيت علشان اللحوم اللي انا هنزل بيها ما تتحرقش معاكي. وانزلي بقى وتعالي شوفي اول طبقه معايا من البانيه هتبقى عامله ازاي، ذهبي وجميله ومقرمشه من بره وطريه من جوه، وطعم بقى مفيش بعد كده. يلا بقى جربي الطريقه دي واكتبي لي ايه رايك في الطريقه، وهتعجبك والله العظيم، مش هتبطلي تعملي البانيه كل يوم بالطريقه دي. ظبطي ملحك وظبطي التوابل بتاعتك وهتطلعي احلى بانيه باذن الله. ويا ريت بقى تكتبوا لي في الكومنتات عايزين نعمل لكم اكل ايه تاني، او نعمل وصفات ايه تاني مع بعض، لان بجد هعمل لكم حاجات الايام الجايه حلوه قوي وهتعجبكم، او حاجات حصريه باذن الله. انت بس ايه كده، يلا لو مش مشتركه في القناه يلا اشتركي في القناه وفعلي الجرس. ويعني لو انت معايا في القناه بقالك فتره فعلي الجرس كل فتره علشان يوصلك مني اشعار باي فيديو انا بنزله. وبشكر اي حد بيحط لي اللايك، وبشكر اي حد بيدخل عندي ومتابعني، بجد تاج على راسي من فوق. عايزه اقول لكم يلا بقى فعلوا كده بقى وايه، ولان الفيديو المسابقه كده ايه متفاعل وجميل وانا مبسوطه منه المره دي، وان شاء الله ان شاء الله هيطلع منه فائزين باذن الله. بس يا ريت يا ريت يا ريت اتمنى اللي يخش تبع حد يعمل الشروط صح، الاشتراك اللايك الكومنتات. لو انت عايزه تشتركي معايا في المسابقه وتكسبي يبقى بتعملي لايك واشتراك وبتفعلي الجرس وبتكتبي لي كومنتات كتير وبتشيري لي الفيديو، حد يخش من طرفك يقول ان انا من طرف فلانه علشان تشتركي معايا في الجايزه ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله زي ما وعدتكم ان الجايزه دي جايزه شهريه باذن الله، فان شاء الله تكونوا من الكسبانين باذن الله. يلا بقى ايه، بصوا شكل البانيه عامل ازاي، طلعته مقرمش وجميل والله العظيم. عايزه اقول لكم ان ولادي بيخطفوه مني كده وانا واقفه من كتر طعمه جميل، ما بيقدروش والله يستنوا لما خلصوا. يعني لو انا عامله مثلا كده 2-3 كيلو يعني مش قادره اقول لك حدث ولا حرج، بجد والله العظيم طعمه رهيب. يعني مش هتلاقي الوصفه دي في حته، انا بجيب لك الخلاصه بجد والله. لا تقولي اوعي تحطي دقيق، بجد والله الدقيق بيخلي الكفر يفك من البانيه
وبيعمل عازل ما بينه وما بين البقسماط. كده هتاكلي طعم بانيه ما كلتهوش قبل كده، مقرمش من بره وطري من جوه، ولا الطعم بقى والتتبيله فيه حاجه كده روعه جدا جدا. وما تتبليش البانيه بالبصل وتقولي يلا خليني اخلص، ابدا. اعمليه بميه البصل زي ما انا عملته كده، وشويه الخل والسكر بيخليه طري من جوه ومقرمش من بره. والله العظيم هتعملي شوية بانيه ما حصلوش، وهتبقى حاجة سهلة بالنسبة لك. ولو كمان عايزة تفرزيه زي ما قلتلك فرزيه اهو زي ما انتم شايفين. انا خلاص يعني بطلع اخر حاجة كده معاكم، وانا اروح بقى اكمل بقية البانيه وارجع لكم على طول، علشان خاطر ايه ما طولش عليكم الفيديو. يعني اول ما تغمضوا وتفتحوا تلاقيني خلاص خلصت البانيه، وكمان كنت بحضر بقى ايه الاكل، علشان خاطر ايه كانوا يعني خلاص يعني جه ميعاد الغدا، فعايزين خلاص بقى ايه نتغدى. اهو هنحط الطاسه دي بس كده مع بعض، ويلا بينا بقى هطلعه واجيلكم على طول. وبكده خلاص خلصت الكميه كلها. يلا بينا بقى ايه، بصوا اللون، لا بجد الجمال عدى الكلام. يعني بجد انا ما ناقصكوش غير انك تجربوه وتذوقوا الطعم عامل ازاي. واديكم شايفين ذهبي وجميل من اول واحده لاخر واحده. تعالوا ندوق بقى ونشوفه من جوه عامل ازاي، والكفر فيه عامل ازاي. بصوا شايفين طعمه بقى، ده اللي ناقصكم. يا ريت بقى تعملوه وتدوقوا لي الطعم كده وتقولوا لي ايه رايكم. بس اهم حاجه تظبطوا التوابل علشان تطلع معاكم مظبوطه، وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله. وبكده خلاص بقى يعني قلت عشان ما اطولش عليكم الفيديو، فهروح بقى انا ايه اغرف لهم واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.